السلام عليكم ومرحبا بكم. صباح الخير عليكم حبيبة قلبي، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله بصحة وعافية يا رب العالمين. معكم منينا، جيتكم اليوم بنصائح من ذهب لكل بنت عازبة، نصائح من القلب، من تجربة، من واقع نعيشه كامل. بما أنه أنا مزوجة وكنت ديجا عازبة، فجبت لكم الحاجات اللي ندمت عليهم ماذا بيا نتوما ما ديروهمش، والحاجات اللي لازم ديروهم باش تطوروا من روحكم. حكايتي اليوم ماشي على الزواج، بصح على العزوبية، كيفاش تعيشيها بقوة، كيفاش تبني فيها نفسك وتطلعي منها إنسانة مستقلة سعيدة بزاف. راكي عازبة ماشي معناها ناقصة يا بنتي، وماشي معناها حياتك واقفة، بالعكس راكي في مرحلة ذهبية، مرحلة تصنعي فيها أقوى نسخة منك. خلي الفيديو هذا يكون نقطة تحول، نوضي حضري كاس قهوة وركزي معايا، لأنه كل كلمة تفتح لك باب جديد في التفكير وفي الحياة. الفيديو اليوم، الفيديو تاع اليوم حبيباتي، فيديو تنظيف، وممتو راني نمد لكم النصائح اللي ان شاء الله تلقايهم في كل وقت وراح ينفعوك بزاف بزاف. اول حاجه راح نقولها لكم يا حبيباتي وراكم كامل على بالكم بها، اول حاجه حافظي على علاقتك مع ربي سبحانه. اول واهم نصيحه انصح بها اي انسان: الصلاه، الدعاء، قراءه القران، الذكر وقيام الليل. هذه ماشي مجرد طقوس، ماشي مجرد عبادة، هذا مصدر قوة نفسية. ربي سبحانه هو السند الوحيد اللي ما يخذلكش، ما يغيبكش وما يبدلش عليك. شوفي، ديري اي حاجة ما راحش يخليك ربي سبحانه الا كنتي انتيا ما سمحتيش فيه. كي تكوني قريبة من ربي ما تبقايش تحسي بالوحدة، لانه قلبك راه معمر بالايمان والقرب تاع ربي سبحانه. تاني نصيحة: ما تعيشيش حياتك على أمل الزواج فقط. صح الزواج نصف الدين، بصح ما نديروهش كامل الحياة، جاء من عند ربي، ما جاش مكتوب تاني، وربي يقدر لنا غير الحاجة اللي فيها الخير. ما تدري تتزوجي ما تطيحيش في إنسان صالح تندمي على الزواج. بالنسبة لي بنت واعية وفايقة ما تخليش الزواج هو مشروعها الوحيد. ديري أهداف لروحك اللي تخصك انتي، تخليك فخورة بروحك سواء تزوجتي أو لا. النصيحة الثالثة: كما تنجحيش في القراية ماشي معناتها فشلتي. كاين بنات ما توفقوش في القراية، يدخلهم إحباط كبير، بصح لازم تعرفي إنه النجاح ماشي محصور في الدراسة فقط. ممكن تتعلمي مهنة، حلويات، تصوير، مونتاج، برمجة، تصميم، خياطة، أي حاجة حبيتيها. درك الدنيا راهي بين يدينا، أي إنسان سبحان الله تلقاي انسان ما قراش حابس في الخمسه ابتدائي بصح داير واش ما داروش اللي قراو وكملوا قرايتهم. المهم تكتسبي مهارة تخدمك وتخليك واقفة على رجليك. اليوم الانترنت او مد بزاف فرص نتعلموا اي حاجة وغاتويت، وانتي في دارك ما تعيش كامل، ما تصبحي نايضة. بصح حنا عندنا العجز والكسل، بصح ما لازمش، لازم نتغلبوا على روحنا ونديروا دخل مادي حتى ولو كان بسيط. النصيحة الرابعة: لازم كل بنت تتعلم كيفاش تدير مصروفها. ما تبقايش محتاجة لأي مخلوق باش تعيشي، ما تبقايش تطلبي من ماماك وباباك، وخدمي حرة، فتحي وحدك، فتحي باج فيسبوك، صمي فيها، طيبي، ترجمي. ماشي العيب تبداي بخمسة آلاف في النهار، العيب تبقاي بلا آلف، تبقاي والو وتستني غير في الناس وتاكلها عليهم باش يمدولك. خامس نصيحة: ما تربطيش سعادتك بشخص معين. ماشي الراجل هو اللي يفرحك، ولا الصديقة، ولا حتى لا فامي. سعادتك من الداخل، من العلاقة تاعك مع نفسك ومع ربي سبحانه. اي شخص في حياتك يجي يكملك، ماشي يخلقك من جديد، فهمتي؟ ما تعلقيش امالك في الناس، لانهم بشر، يخطئوا، يغادروا ويتبدلوا، فهمتيني؟ تسمى ما نديروش ثقتنا غير في العباد، ثقتنا في روحنا ومع ربي سبحانه، ونكونوا سطحيين، ما نتعمقوش بزاف في الناس ونطلقوا روحنا كامل عليهم. سادسا: خافي على السمعة تاعك وسمعة الأهل تاعك. راكي حبة، راكي جوهرة انتيا، راكي غالية. ما تخليش روحك في أي بلاصة ماشي بلاستيك. ما تدخليش علاقة حب بتخبية. ما تعيشيش أوهام مع واحد ما يستاهلكش. كرامتك، سمعتك وعفتك أغلى من كلمة نحبك في البريفي. نورمالمون كامل على بالكم بها، ودرك البنات راهم يفيقوا الحمد لله، ماشي كيما العوام اللي فاتوا. كوني واعية، الراجل اللي يحترمك عمره ما يرضى يدخلك في الذنب. صح صح صح. الراجل اللي يحبك عمره ما يتمنى يدخلك في الذنب، عمره ما يتمنى
يدخلك الجهنم. هذه هي. كوني بنت رجال حرة محترمة وما تسلميش روحك بسهولة. 7، احذري من الناس السلبيين، الناس اللي دايما يحبطوك، هذه نوصيك فيها بزاف 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 بزاف، لانه الانسان عنده طاقة كيف يفسدها مع ناس سلبيين راح الطاقة تاعو كامل تتبدل، يولي فشلان مكتئب ماشي مليح، كامل كامل كامل. حبست لكم في هذا المقطع باش نقول لكم اني نخدم لهنا في الكوافوز هادو، ما خليتهم سبيسيال هكايا باش نفرسوهم مع بعض. وهاد الساشي اللي راهي في يدي البنات، اي حاجه الكركبه ما راحش تخلي داركم مفروسه، الكركبه ما راحش تخلي داركم مفروسه اطلاقا. شوفوا رفدوا ساشي في يدكم ودوروا في الدار وليموا اي حاجه ما تسحقوهاش، ارمي ورمي 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 حتى خلاص تلقاو. ماشي ترميو حاجات مفيده بصح كاين حنا حاجات نقولوا عليهم مفيدين وما ماشي مفيدين. اللبسه الا فاتت عليها عام في خزانتك ارميها من الاخر، نقول لك ارميها باسكو صدقيها، ولا باسكو هذيك راهي تجيب لك غير البؤس للدار ولدارك. وما كاش كيما الدار كي تكون فارغه وفيها غير الحاجات اللي نسحقوهم. شوفوا لهنا لقيت نوادر، لقيت كابل تاع شارجر، روايح لي برودوي بيريمي، علاه؟ لا لا، ارميت دم عليهم، المره الجايه زيدي شريها. لهنا شوفوا محل نقالو كان يبقى ما شاء الله، ولات فارغه. لي بانسو في الاخر تاعهم، مكياج في البوشات تاعهم، لي بيجو في البوشات تاعهم، كل حاجه. علاه نتغنجيق هذا كامل باينه بلي بلا فايده، يخرب غير الدار ويدير عليك طاقه ماشي مليحه تاع الكاسل. هاد لا بوماد الوحده كريم دو نويا نورمالمون راكم سامعين بها كاليديرم، بزاف مليحه ترطب الوجه وترجعو صافي ما شاء الله. وهذه كابتوريها الوحده اسمها مستيلا كابتوري، هاني حطيتها لك انتي طلبتي مني، اني طبقت لك الطلب. كنا في النصيحة رقم 7، قلت لكم أحذروا من الناس السلبيين، الناس اللي دايما يقلوا من شانك، يضحكوا على أحلامك، بعدي عليهم. حتى لو كانت صاحبتك لانتيم ولا بنت عمتك ولا بنت خالتك ولا حتى يمك، حتى يمك تعرفوا، إذا كانت تقلل من شانك وتحبطك وترجعك ما عندكش ثقة في النفس، هذيك سمحي لي والله، غير سمحي لي، غير بحثي عليها وشوفي. الطاقة تاعك راهي غالية وأفكارك هي المستقبل تاعك، ما تخليش حتى واحد يطفيك. تامن نصيحة، حب النفس ماشي أنانية، هو علاج. كي نحبوا روحنا رانا نعالجوا فيه روحنا. كيما اللي يروح يحوس ويصرف دراهم، قال لك هذوك الدراهم اللي صرفتهم ما صرفتهمش غير على التحواس، صرفتهم على علاج النفس تاعك. فهمتوا؟ حبي نفسك معناه تعتني بنفسك، تاكلي مليح، ترتاحي، ديري تعتني بروحك، تلبسي لبسه تفرحك، تقراي حاجه تعجبك. ماشي حب النفس يعني الكبرياء، يعني انا مهمه كامل في الدنيا ونستاهل كامل الخير، لا هذاك كبرياء وكي متكبره من الاخر. كي تحبي روحك ما تقبليش الاهانه، لا من راجل لا من عائله لا من صاحبه. هذا هو حب النفس، ما هذا هو بالنسبه لي. النصيحه التاسعة، تعلمي تقولي لا لا. ماشي كل طالب لازم تقبليه، ماشي كل خدمه لازم تعاوني فيها، ماشي كل شخص لازم ترضي عليه. اي الناس كامل عقليات، بالك ما يعجبكش، بالك كعيانه، بالك ما حبيتيش، سبحان الله. تعلمي تقولي لا لا. صح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما كانش يقول لا لا، بصح دركا لازم نقولوا لا لا. من ذاك كثروا عليها سيدنا محمد بكري كان عايش مع الصحابه والصحابيات، بصح دركا صامتين، الله اعلم صامتين. انا يجوني صامتين نقول لا لا. قولي لا لا كي تتعبي، قولي لا لا كي يطلبوا منك حاجه تضرك، قولي لا لا كي ما يعجبكش الوضع اللي راكي فيه، حاجه ما عجباتكش رايحين يديروها، قولي لا لا مانيش قابله. لا كلمه تحميك ماشي كلمه تجرحك. 10، النصيحة رقم 10، رتبي لا شومبر تاعك، الدماغ تاعك يرتاح، راسك يرتاح كي تكون لا شومبر تاعك مرتبة. الترتيب الخارجي يأثر على الداخل. كي تنظمي الغرفة تاعك، اوقاتك، امورك، تحسي بالهدوء، ما تعيشيش وسط الفوضى وتستني راحه نفسيه. هذا الشيء ما يجيش. كيفاش انت راكي في وسط الفوضى شومبرتك كامل خربه وتقولي ما رانيش مرتاحه؟ باينه ما ترتاحيش، باينه يحكمك الاكتئاب، الطاقه السلبيه تفشلي كلش. المهم حاجه، نصيحه رقم 11، تعلمي ديري جدول النهار تاعك. حطي وقت للاستغفار، وقت للقرايه، وقت للتعلم، وقت للراحه. نظمي وقتك، ما تمشيش كما ما عمباليش اللي ما عندهمش عقل. لازم تكون انسان منظم باش يكفيك الوقت، ديري شحال من حاجه، تتعلمي شحال من حاجه في نهارك. ما كنت جوزيه بلا جدول، تنوضي تاكلي تروحي تقراي ترجعي للدار ترقدي وهي رايحه. بصح كي ديري جدول ومنظم للصلاه، للوقت، الاستغفار، تعلمي حرفه، لغه،
فهمتوني؟ الروتين يعطيك احساس بالتحكم وتبعدي على الاكتئاب. هذه هي حياتك، ما تبقاش تمشي بالفوضى، واللي ما عندهاش جدول راهي غير تمشي وتمشي حتى تتعب بلا فايدة. من الاخر انا نعرف هكا. النصيحة رقم 12: استغلي وقتك في مشاريع صغيرة. ديري مشاريع صغيرة، عندك وقت فراغ ديري فيه محتوى، تعلمي طياب، ديري قناة يوتيوب، صوري وصفات، علمي بنات، ولا حتى هضري على التجربة تاعك، احكي حكايتك، ما على باليش بالك تنشهري، بالك تولي فيمس، وعلاش لا. كل بنت عندها حاجة تقدر عليها، ما تبقيش تتفرجي غير في الناس، شاركي حتى انتي. 13: احترمي الكور تاعك، احترمي جسمك، كولي صحي وتحركي، صحتك مهمة وصحتنا أمانة عندنا، ربي غدوة يحاسبنا عليها. حتى لو راكي شابة، حتى لو راكي جون في، بصح الإهمال يظهر من بعد، يبان من بعد باش تبدا فيك السمنة، تبدا فيك التجاعيد، لي فاغيز، ما على باليش. انا ليسونسيال الصحه تاعك ما تكونش صحيحه، كابابل بعيد الشر حتى تحكمك لا طونسيون ولا السكر. علاش؟ غير من القعاد، ما كاش الحركه. هذه هي، كل يوم شويه تحركي، شويه لي فروي، شويه ماء، وراكي تبدلي في حياتك. البنت الصحيه جميله قويه وتعرف تفكر مليح. النصيحة رقم 14: اغتنمي العزوبية باش تبني شخصية قوية. ما كاين حتى وقت كيف اللي راكي عازبة، ما تقوليش غدوة نتزوج قولوا لي ندير، برك يا البنات مستحيل كيفاش تتزوجي راح تلتهاي نقدر نلحق لهذا بالراجل، المجمل. تلتهاي تزيدي تجيبي دراري. نحيه مشى ما تقدريش، انا ما قدرتش نكمل شحال من حاجه غير على جال الزواج، ولو كان دوك نرجع لقبل الزواج نعاود نحقق كامل واش ما قدرتش نحقق. معليش، كل حاجه من عند ربي خير. ما راكيش مسؤولة على راجل، لا على دار، لا على أولاد، تستغليه باش تقوي ثقتك بنفسك، تحققي أهدافك وتبني حياة تفرحي بها روحك. شاهي ما شاء 15 الله. نعاودها لكم: العزوبية ماشي ضعف، هي نعمة. كاين زوجات يتمنوا يعيشوا وحدهم ولو غير أسبوع. العزوبية نعمة للراحة، للرقاد، الهوايات، للطموح، للنمو. بلا ما تقعدي تشتكي، استمتعي وعمريها بالحاجة المفيدة. نصيحة أخيرة من قلبي: كونك عازبة ماشي عيب، ماشي ضعف، ماشي مرحلة لازم تكمليها باش تحسي بالنجاح. العزوبية نعمة، بصح قليل اللي يشوفها نعمة. هي الوقت اللي تقدري فيه تبني نفسك بلا ما يشتتوك مسؤوليات ولا تعلقي حياتك على رضا الناس. هي الفترة اللي تقدري فيها تعالجي جروحك، تقربي من ربي، تكتشفي شكون انتي وتولدي من جديد. ما تخليش المجتمع يحبطك، ولا نظرة الناس تكسرك، ولا كلامهم الجارح يخليك تشكي في روحك. ما تخليش وقتاش تتزوجي تحسك بالنقص، ولا راكي كبرتي اونتر بارونتيز دير لك لاتونسيون. كل وحده فينا عندها طريقها، وقتها نصيبها، ومادامك دايره ثقه في ربي راه الخير جاي. تعلمي تفرحي باللي عندك وتشكري على النعم اللي عندك، وتخدمي على المستقبل اللي حابه تعيشيه انتي، ماشي ناقصه حتى حاجه. ان شاء الله يا ربي. انتي بنت حره قويه وعندك طموحات كبيره، كوني قدهم، خلي راسك مرفوع وراس اهلك بيك مرفوع، وحبي نفسك وعيشي ايامك بحب، امل وكونفيونس. واذا جا النصيب يجي ويزيدك فرح، ماشي يكون هو فرحتك الوحيدة، والتعلق تاعك به ما يروحش. واذا تأخر ماشي مشكل، روطار، لانك راكي معمرة وما راحش تتقلقي، راكي ناجحة وراكي انسانة تستاهل تعيش حياة كريمة، سواء وحدك ولا مع شريك حياتك. الكل بنت تسمعني، انتي كفاية، وانتي تقدري تكوني قصة نجاح من غير ما ترتبطي بأي شخص، ولا تربطي عقلك وقلبك بأشياء ما راحش يصراو، ولا تقعدي تتعلقي غير من بعيد، تحلمي غير من بعيد. قلك وقفي على رجليك ونوضي، وخلي الحلم تاعك كبير وإيمانك أكبر، وربي ما راحش يخيبك كامل. وهكذا نكونوا كملنا فيديو اليوم والروتين تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه وتحفزتوا، ومن النصائح اللي فيه. ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم، وتشتركوا في القناه اذا ما زلتوا ما اشتركتوش، وتخليوا لي كومنتار باش نعرف رايكم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في امان الله. لا صح، بنينه ولا مش بنينه؟ ما شاء الله، ما شاء الله، أول مرة نطلب في حياتي.